السلام عليكم. حكاية منة شلبي باختصار شديد. منة شلبي كانت جاية من أمريكا بتفتيشها تبين إن معاها مواد تم الاشتباه إنها مواد مخدرة، وتم ضبطها وعمل محضر بالواقع وتم إحالتها للنيابة اللي بعد أخذ أقوالها اللي طبعا أنكرت فيها. وده طبعا ده الطبيعي إن أي حد بيتعرض في موقف زي ده بينكر إن الحاجة ديت بتاعته. قالت إن أنا معرفش عنها أي حاجة، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 50,000 جنيه. الموضوع عادي جدا، وارد يحصل مع فنان او غير فنان او مع اي شخص عادي جدا، لكن اللي مش عادي هو تضامن طبعا الفنانين ونقابه المهن التمثيليه اللي طبعا بعتت محامي علشان يحضر معاها التحقيقات. وطبعا الاستاذ عمرو اديب ما ينفعش يفوت فرصه زي دي، علشان طبعا لازم يدافع عن الفنانات. هو بيحب النوعيه ديت، دولت اللي يدافع عنهم. طبعا عمرو اديب اللي كان من اسبوعين ثلاثه قالب الدنيا وزعلان جدا ان في بنات في ابتدائي او في اعدادي لابسين اسدال، وطبعا طلع بالطريقه بتاعته نظام الشرشحه اللي حضراتكم عارفينها، وزعلان وحزين ان البنات لابسين اسدال. بيقولوا انتوا عايزين تطلعوا لنا الاجيال دي، هتطلعوا لنا ايه؟ زعلان قوي انهم محتشمين وان البنات لابسين اسدال. في نفس الوقت عمرو اديب طالع في مداخله تليفونيه مع محامي منة شلبي عشان يطمن طبعا على منة وتضامن معاها زيه زي فئه كبيره من الفنانين والفنانات. يعني هنشوف مقطع صور دلوقتي مع بعض. الفنانه منة شلبي وهي قاعده بتضرب سيجاره، وجنبها طبعا النجمه الكبيره الهام شاهين، وبتقول لها وسع خلي بالك يا بنت يا منة، ده بيصور ده للسيجاره يا بنت، شوف كده. انا والله مش بتكلم عشان موضوع منة شلبي، انا الموضوع بقاله 3 ايام انا ما كنتش هتكلم فيه، بس بجد اللي استفزني هو عمرو اديب اللي زعلان منة طبعا وبيطمن على اخبارها من المحامي بتاعها. لا اطمن يا عمرو، منة هتطلع وهتطلع براءه ان شاء الله، هيطلع في الاخر سحلب، هيطلع في الاخر سحلب. تمام؟ فاطمن قوي يا عمرو ان شاء الله، منا مفيش اي مشاكل بالنسبه لها. خليك انت بس هاجم الحجاب، هاجم الاسلام، هاجم من الاسلام يا راجل. ده انت ما سبت زعلان ان الناس اللي راحت قطر واسلموا على ايد داعيه اسلامي في قطر او على ايد المشايخ هناك، انت زعلان قوي محروق. ايه اسلام ايه اللي يجي في نص ساعه؟ الله المستعان، الله المستعان. انت انا مش عارف، انا مش لاقي لك وصف. انا اتكلمت عنك في فيديوهات كتير، وكل ما اقول خلاص يا عمرو مش هجيب سيرتك ومش هتكلم عنك، لكن انت بتركيبتك دي بتخليني اتكلم. مش هطول اكتر من كده، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.